تخيل معايا تكون اقوى واحد في العالم، ولكن هوايتك انك تخبي قوتك عن الكل وتمثل انك ضعيف. تخيلت معايا؟ طب ما يلا بينا نبدا الحكايه. في احدى الايام كان في معركه مشتعله ما بين احدى الدول، وقائده المعركه ديت كان اسمها ايزل، المعروفه بساحره نصل الجليد واقوى محاربه في العالم. بعد انتهاء المعركه ديت بقى في احدى المدن بتلاقي عيل صغير غلبان كده وبتاخده على مكان المخيم. الواد ده كان كل اهله اتقتلوا وما عادش غيره اللي عايش، وحرفيا حالته تصعب على الكافر. كارولا بقى لما بتشوفه بيصعب عليها جدا وبتحاول تتكلم معاه وتقرب منه باي طريقه، بس الواد ما بيرضاش يتكلم غير مع ايزل بس، وبيفتح لها قلبه كمان، وهي الوحيده اللي بيضحك لها. القائده هي كمان بسبب افعاله بقت في قمه السعاده وما عادتش عارفه هتتصرف معاه ازاي. وبعدها بقى بيبداوا يربوه في المعسكر ده، وكل لما يحاولوا يودوه على ميتم محدش يرضى ياخده، وبيقولوا لهم ان العدد عندهم مكتمل، وده طبعا بسبب كتر الحروب في المنطقه. بعدها الواد بيرجع لهم من تاني ومش عارفين هيتصرفوا ازاي معاه. وقتها ايزل والكل بيعملوا اجتماع علشان يشوفوا ايه التصرف الصحيح ليه. كارولا بقى ما كانتش موقفه انها تسيبه اصلا، وبتقول لهم ده حته عيل صغير لسه مالوش ذنب في اي حاجه، ازاي هنسيبه هنا ونوديه للميتم؟ انتوا ما عندكمش قلب ولا ايه؟ ايزل هي كمان بتوافق الكلام، وري بقى كان واقف ورا كده وبيسمعهم، بيعرف قد ايه هم بيعانوا علشانه. بعدها ايزل بقى بتشوفه وبتنده عليه وبتساله هو عاوز يعمل ايه بالظبط. الواد بكل عفويه وحب كده بيقول لها انا عاوز افضل معاكي. ايزل لما بتسمع الكلام ده بتفرح جدا وبتقرر تربيه وتدربه، والكل بيوافق على قرارها والدنيا اخر حلاوه. وبالفعل وبعد مرور 6 سنين ري بيكون كبر وسط ارض المعركه، وقوته زادت واسلحته ظهرت، بقى عنده نفس قدرات ايزل، بل وكمان بيعديها وقوته بتزيد كل يوم عن اللي قبله. الدنيا بتاعته 100 فل وروقان. بس للاسف في مره واحد من جنود النخبه بيموت، ايوه واحد من اعظم السحرة في المملكه بيتقتل بواسطه الجنود المعاديه، وده معناه ان المعركه هتبقى اشرس واشرس الفتره اللي جايه، الكل خلاص احتمال يروح فيها. ري بقى هو كمان بعد ما بيشوف نظراتهم دي بيعرف انهم خايفين عليه. واحد فيهم فعلا بيشوفه وبيقول له انت حاليا في سن ابني، ارجع يا ابني واهرب دلوقتي علشان ممكن تفقد حياتك وتخسر كل حاجه. ري وقتها قال لهم وايه المشكله ان انا افقد حياتي وانا بحمي عيلتي؟ انتم الاشخاص الوحيدين اللي قابلوا بواحد زيي، وهكون عند حسن ظنكم، وما تقلقوش يعني في المعركه اللي جايه هنكسب باذن الله. ادوارد بقى لما بيسمع كلام ري بيفرح جدا وبيقول له ما تقلقش يا عم، انا احميك ومش هسيب حاجه تحصل لك. بالفعل بيبدا المعركه الشرسه ما بين الدولتين، والهجوم كان عليهم شرس جدا. ري كان خلاص هيموت، الاعداء حواليه في كل حته. ادوارد هو كمان بيشوفه وبيتدخل وبيحميه وبياخد كل الضربات مكانه. بعدها بيبص له بنظرات الوداع كده وشكله بيقول له مع السلامه. ايزل هي كمان كانت رجليها مضروبه واقعه جنبه، وخلاص الكل هيتقتل قدام عينيه. بس في الاثناء دي ري بيتعصب جامد، بيفعل كل القوى اللي عنده بيدمر بيها المكان باللي فيه، بينسف حرفيا الاعداء من كل حته. الدوله اخيرا بتنتصر، بس للاسف كانت على حساب اغلى حاجه عنده. ايوه ايزل خلاص فقدت رجليها، وادوارد اللي كان بيحبه مات. ري هو كمان من كتر التعب اغمى عليه. وطبعا دي كانت نهايه المعركه اللي دامت اكتر من 7 سنين ما بين اكبر دولتين في العالم. المهم بعدها بقى بتمر الايام بسرعه، وري بيوصل سنه 15 سنه، وفي السن ده الاولاد بيقدموا على اختبار الالتحاق بالاكاديميه السحريه، والمفروض يعني ري ينضم. وبالفعل ايزل بتاخد الكرسي بتاعها وبتروح على مديره الاكاديميه علشان تخليه يدخلها. بتوطي راسها وبتترجاها انها تقبل ري يكون تلميذ في المدرسه دي، وده لان ري ما شافش غير الحرب من ساعه ما اتولد، عاش فيها اكتر لحظات حياته. هي حاليا بقى عاوزاه يجرب يعيش الحياه التانيه الطبيعيه زي البشر ويكون اصدقاء يعني وكل الحاجات دي. بس هل ري بقوته دي هيعرف يتعامل مع الطلاب؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي، فركز معايا كده يا صديقي وتعالوا بينا نكمل. نروح بقى لاول يوم في بدايه المدرسه، وفي الوقت ده ري كان لسه داخل على الاكاديميه، وهوبا بنت خبطت فيه، كانت خلاص هتقع، بس الواد برشاكه كده بيلحقها، والبنت وشها بيحمر، بتشكره هي كمان علشان انقذها، ولسه هتكمل مدح فيه. بتعرف ان هو الطالب العادي اللي انضم للمدرسه، بتبدا تشتم فيه وبتهينه، بتقول له انا زي ايدي لمست عمي حساله زيك، انا خلاص هيغمى عليا. هو التاني كده شعره ازرق بيتعصب هو كمان علشان ري العادي انضم للمدرسه، وشكلنا كده مش هنخلص حركات النهارده يا صديقي. بس فجاه بقى هم في نص اللخبطه دي ايميليا بتوصل على المكان، ايوه بتبعد كل اللي بيحاول يتنمر على ري، بترحب بيه. الواد هو كمان بيفرح وبيسالها عن اسمها، والبنت بكل عفويه بتقوله له، كمان بتقوله لو احتجت اي حاجه في المدرسه فتعال وقول لي، انا كده كده موجوده وباذن الله هساعدك. والشكل كده البنت ديت وقعت في حبه من اول نظره يا صديقي. المهم بيكملوا ماشي جوه المدرسه، واخيرا حان موعد الخطاب الترحيبي، وفي الوقت ده المديره بتطلع علشان تحيي الطلبه الجداد، وبتعرفهم ان اهم حاجه هي الامكانيات، فسواء كنت طالب قوي او ضعيف استمرارك في النجاح والسعي المنتظم هو اللي هيوصلك لهدفك. فلحد لما تتخرجوا من الاكاديميه دي لازم الكل يبذل قصارى جهده. الكل فعلا بيسمع الكلام ده وبيتحمس، وبعدها بتطلع ممثله السنه الاولى علشان تشجع هي كمان بقيه الطلاب. واللي المفاجاه بتطلع اميليا هي الممثله، بتقول لهم انا مش عاوز اكتر في الكلام، فكلامي هو نفس كلام المديره من شويه، بس احنا هنا في المدرسه لازم نتنافس بشرف ونتحدى بعض علشان نوصل لاعلى مكانه، ووجودك عمي او فقير قوي او ضعيف ده شيء انت هتحدده بنفسك. فمن غير كلام كتير هي دي المقدمه بتاعتي،
صديقي. وبعدها بقى الكل بيرجع على فصله علشان المدرسه غري تديلهم اول درس بخصوص السحر. ري طبعا بيدخل الفصل وبيعرف نفسه، والواد البرت ده لسه مش طايقه، عمال يبص له نظرات استحقار كده هو واصحابه، وشكلهم مش ناويين له على خير يا صديقي. بعدها المدرسه بتبدا تشرح لهم رتبات الساحر وازاي يعني بيعلى في قوته. بتقول لهم انتم حاليا في اضعف فئه للسحر وطاقتكم اقل حاجه، فبعد ما بتطلعوا من الرتبه البرونزيه هتدخلوا الفضيه، بعدها الذهبيه، واخيرا الالماس. ومفيش في القاره ديت كلها غير 7 سحرة بس ووصلوا للالماس، اقواهم هو ساحر نص الجليد، فشدوا حيلكم بقى علشان توصلوا للرتبه دي. العيال وقتها بتتحمس على الاخر وبيفرحوا والدنيا عظمه جدا. بعدها المدرسه بتبدا تشرح لهم عن تشكيل السحر وشكله وازاي بتطلع الفكره من دماغك علشان تعمل الشكل ده. ففي وسط خصائص الماده الاربعه سواء كانت صلبه او سائله او غازيه او حتى بلازما، تسخير السحر جوه دماغك وفك شفراته هو اللي هيخليك توصل لهدفك. ويلا اعملوا اول تشكيل ليكم علشان نشوف دنيتكم. ايميليا فعلا اول واحده بتعمل تشكيلها وبتنجح نجاح باهر، هي ليها كل الفصل. واخيرا ري اللي هو حرفيا شايف ان كل ده كلام فاضي ومش راضي يعمل اي حاجه. البرت بقى كان شايفه مستهتر بالمدرسه وبيتعصب منه جدا، بيقول في سره هكسرك في الاختبار الجاي. وبعدها ري بيطلع من الفصل بيشوف البنت ديت اللي مغطيه شعرها وتحسها كده مكسوفه، بتدخل جوه المكتبه والواد بيروح وراها علشان يشوف هي بتعمل ايه. كانت بتجيب كتاب كده وبيساعدها والبنت بتشكره. بيقعدوا بعدها على نفس الترابيزه يتعرفوا والبنت كانت في قمه الكسوف. ري بقى بيسالها هي تعرف الدكتوره ايزل ولا ايه، وده لانها كانت بتجيب الكتاب بتاعها. البنت قالت له ايوه انا معجبه بيها وبكل الكتب بتاعتها وخاصه يعني نظريه الجينوم. الواد هو كمان قال لها انه معجب بيها والبنت حرفيا بتتصدم، بتكشف الكلبوشه اللي على راسها وبتتكلم بعفويه وبتقول له انها فرحانه جدا علشان اول مره تقابل حد بيحب نفس اللي هي بتحبه. الواد هو كمان بيفرح جدا وبيسال على اسمها وبتقول له ان اسمها اليسا، وهي حابه يعني انها تتعمق في البحث السحري والكتب والحاجات دي، ونفسها في يوم من الايام تقابل الدكتوره ايزل. ري طبعا بيفهم قد ايه اللي ربته محبوبه وبيكون في قمه السعاده، بس في الوقت ده البنت بتعرف ان شعرها باين وبتكون راح تخبيه. فراح ري ماسك ايديها قال لها انت شكلك حلو فبلاش تخبي الامر ده. لسه قالت له بس انا نص الف والناس كلها بتعيب على شكل ودني. ري قال لها علشان هما ما بيفهموش مش اكتر، انت شكلك زي القمر. وقتها البنت بتتحرك جدا وبتشكره وبعدها بيخلص اليوم. ري بقى بيرجع على اوضته وبيقابل شريكه في السكن واللي بالمناسبه اسمه ايفي. الواد ده مهووس بالقوه المطلقه والعضلات يعني وكل حاجه، مفكر بقى ان ري هفق بس على مين، ده انا عندي عضلات جامدين. الاتنين بيخلعوا التيشيرتات وبيشتغلوا تمارين مع بعض واللي هيجيب اكتر من التاني هو الزعيم. وتاني يوم باري بيطلع يجري وبيقابل ريبيكا في طريقه، بعدها كلاريس، وشكل البنات مش هتخلص من حواليها صديقي. المهم بتستمر حياته في هدوء في المدرسه دي لحد لما في يوم المديره بتاعه الاكاديميه بتبعت له بتقول له انا عارفه ان حياه المدرسه جديده عليك وكل حاجه يعني، بس انت لازم تشد حيلك وتظهر شويه من قوتك علشان تكسب ثقه الطلبه. ري بيقول لها تمام وبيفرح، وبعدها بيستعد علشان يبدا اول اختبار ليه واللي هو نظام الفروسيه يعني. وفي النظام ده كل اتنين بيدخلوا قصاد بعض بيتنافسوا سوا، في حكم ما بينهم بيحكم بالنتيجه، والقتال المره دي هيكون ري ضد البرت. يا ترى مين اللي هيكسب؟ الواد بقى كان متعصب على الاخر وبيقول له هخلص عليك يا عم انت. الحكم بيقول لهم ابداوا، والبرت على طول بيهجم بكل غباء على ري، مفكر نفسه هيفوز بس على مين؟ ده ري ابن الجامدين، بيفاد هجماته وبيكسر سلاحه وحرفيا الكل مصدوم. هو مش ده الطالب العام ولا ايه؟ هو ايه القوه ديت؟ البرت حرفيا كان في نص هدومه، والمديره هي كمان كانت بتتفرج كده من بعيد بتقول في سرها شلوحهم شويه واستمتع يا ساحر نصل الجليد، وكانت في قمه السعاده. وفعلا الواد بيستمتع. المهم بقى وتاني يوم ري وايفي بيفضلوا يتمرنوا مع بعض في الاوضه والدنيا اخر حلاوه. الواد ايفي بقى بيقول لري ما تيجي يا عم تنضم للنادي بتاعنا، النادي مليان معضلين زيك كده وانا متاكد ان الكابتن هيعجب بيك قوي. ري طبعا بيقول له تمام، وبيروحوا هما الاثنين علشان ري ينضم لفريق المعضلين. كل اللي قاعد هناك حرفيا كانت عضلاته بارزه، وري بقى كان لابس الهدوم كده ومفكرينه معدوم الامكانيات، بس الواد بيخلع هدومه وعضلاته بتبان، وايوه كده زود شويه في اللمعان. القائد بقى لما بيشوف عضلات ري بينبهر منها جدا وبيقول له اتفقنا يا عم البيه، هضمك معايا في التدريب من بكره، ما تنساش وانت راجع تجيب لك علبتين البروتين بتوعك وتابع مع دكتور بقى علشان الدايت. الواد فعلا بيقول له تمام، وبعدها بيسيبه وبيمشي. بيروح على فريق العنايه بالنباتات وبيقول لهم انا عاوز انضم معاكم. تنضم معانا ايه يا عم انت مش شايف ان الفريق بتاعنا كله بنات ولا ايه؟ ري بيقول لهم والله الموضوع مش زي ما انتم فاكرين، بس انا كنت عاوز اعرف ازاي النباتات بتطلع من وسط الارض القاحله وافهم يعني سر الاصول بتاعتها. ريبيكا بتعجب بكلامه وبتقول له خلاص تمام يا عم، بس علشان رودينا متضايقه منك فانا عينها عليك تختبرك، وانت وشطارتك بقى يا عم ري يا تقنعها يا اما ما تقنعهاش. الواد بيقول لها تمام، وبعدها رودينا بتاخده على بره الحديقه دي علشان تديله المهمه بتاعته. بتقول له شايف يا ري الحديقه دي احنا عاوزينك بقى تخلع كل الاعشاب الضاره بتاعتها وتروق الارض ديت وتحرتها في خلال اسبوع واحد. لو قدرت تعمل كده فهننجحك وهخليك تنضم معانا، ولكن لو ما عرفتش فانت عارف طريق السلامه يا غالي. وبعدها بتسيبه وتمشي وهي فرحانه ومفكره طبعا يعني ان هو مش هيقدر عليها، ولكن على مين؟ ده انا ري ابن الجامدين بينظف الحديقه وبينظفها في خلال 4 ايام بس، والبنت لما بترجع حرفيا بتتصدم. الكل هم كمان بيتصدموا، وبكده رسميا ري
وراي انضم لفريق العنايه بالنباتات. بس بقى واثناء ما كان بينظف في يوم، ريبيكا بتجيب له كده وبتجيب له شويه اكل علشان تريحه. الواد بياكل فعلا والبنت بتبص له وشكلها كده معجبه بعضلاته على الاخر يا صديقي. ري هو كمان بيفرد لها نفسه قوي والوضع اخر حلاوه. وكان بقى في شويه بنات كده بيتفرجوا عليه ومتضايقين علشان مفكرينه بيضحك عليها، بس الاكتر دي منهم هي اميليا واللي شكلها كده غيرانه على الاخر يا صديقي. المهم بعد ما بيخلص ري اليوم، المديره بتنزل عليه بتبعت له وبتقول له خلي بالك في جاسوس في المدرسه متنكر وسط الطلبه، انا عاوزك تعرف هو مين وتخلص عليه باسرع طريقه. ري بيقول لها تمام ما تقلقيش هكسر لك دماغه. بعدين بقى ري بيرجع على البيت بتاعه، ولكن هو في الطريق بيقابل كلاريس هناك، كانت قاعده كده وبتبص الحشره على الارض وباين عليها انها بتحب الحشرات يا صديقي. ري هو كمان بيقول لها انه معجب بالحشرات ويعرف عنهم حاجات كتيره. البنت بتفرح جدا علشان لقت حد بيفهم في الحشرات زيها، وبتقول له بحكي لك عن حاجات كتيره لما نتقابل بكره. الواد طبعا بيقول لها تمام اتفقنا، وبعدها بتسيبه وتمشي وهي فرحانه. وشكل المعلم بتاعنا بيسيب حد لحد يا صديقي. المهم تاني يوم بقى الواد بيروح الفصل بتاعه والمدرسه بتساله عن انواع السحر الموجوده. الكل مفكره مش هيعرف، ولكن ري بيفاجئهم بيقول لها انواع السحر كتيره جدا، في منها السحر القريب والبعيد والسحر التسلسلي والهجومي، كمان في سحر الدفاع وانواعه المختلفه. المدرسه طبعا والطلاب كلهم بينبهروا من اجاباته النموذجيه، وبعدها المدرسه بتحييه بتقول لهم بقى بعد درس السحر ده فهتروحوا على اختبار صيد جوه الغابه، لازم كل 4 يكونوا فريق واحد علشان تعرفوا وتنجحوا في المهمه. شدوا حيلكم بقى بسرعه وكونوا الفرق وانزلوا يلا على هناك. وبالفعل ايفي بيروح على ري كده وبيقول له ناقص لنا 2، يا ترى مين اللي هينضم معانا؟ ري بقى بيشوف لسه كده مكسوفه ومحدش اختارها وبيروح عليها وبيقول لها انضمي معانا. البنت بتقول له بس انا ضعيفه مش هساعدكم في اي حاجه ويمكن اعطلكم، ما تاخد اي حد تاني بدالي. ري بيمسكها كده وبيقول لها ولو برضه احنا عاوزينك انت بس معانا، وما تقوليش على نفسك بس ضعيفه، انت مثقفه وهتفهمي انواع الوحوش اللي هتعجبنا. وبالفعل البنت بتوافق وكده ناقصهم واحد بس. اميليا بقى بتشوفهم وبتقول لهم ناقصكم حد؟ ري بيقول لها ايوه واحد. اميليا قالت له خلاص انا معاكم. وبكده الفريق كمل وبقى زي الفل. البرت طبعا وكل الطلاب كانوا متغاظين علشان مفكرين ضحك عليهم وكانوا متعصبين على الاخر. المهم بينزلوا تحت فعلا والمدرسه بتدي لهم التعليمات بتاعه اختبار الغابه، وبتقول لهم في جوه لكل مجموعه 3 اختام، كل اللي عليكم تعدوا من الوحوش وتجيبوا الاختام دي والدنيا هتبقى تمام. وفعلا مدفع البدايه بيضرب والكل بينطلق داخل الغابه. بيقابلوا هناك على طول وحش كده قدامهم وكان هيهجم على اليسا وياكلها، ولكن ري على طول بيتدخل وبيلحقها وبيطير بعدها على الوحش يكسر دماغه. بعدها بقى بيفضلوا يدوروا في الغابه لحد لما بيوصلوا لاول ختم ليهم. كده ما فاضلش غير 2 وبس، ولازم يجيبوهم طبعا قبل اليوم الثالث. بس اليوم الاول بيكون خلص وبيقرروا يقعدوا هنا علشان يرتاحوا. اميليا بقى بتسال ري سؤال وبتقول له هو انت ازاي قوي كده؟ ده انت بتقدر تخلص على الوحوش بضربه واحده وما سبتلناش اي حاجه يا عم ري. بيقول لها والله علشان انا بس متعود على الحاجات دي، علشان يعني سكنت في الجبال فتره كبيره مع عيلتي. البنت بقى بتقول له تمام ولسه شاكه في الموضوع. بعدها بقى العيال بتنام وري كان في وضع الحراسه وبيفتكر كلام المعلمه بتاعته. بيفتكر لما قالت له انت لازم تخفي هويتك عن الكل وما تعرفش اي حد بيها، بس لو في يوم قابلت شويه اصدقاء حبيتهم فعرفهم بكل حاجه عادي، كده كده مش هيخونوك. المهم بقى تاني يوم كان العيال لسه ماشيين كده وفجاه بيسمعوا صوت صراخ حد جاي من هنا. ري على طول بيجري على المكان وبيلاقي البرت وحش زنقه وموقعه على الارض وخلاص هيقتله. الواد على طول بسرعه بيفعل السحر على جسمه وبيفادي كل هجمات الوحش ببراعه. بوم بيديله واحده بتفقده الحركه نهائي وبيتضير بعدها على البرت علشان يوقفه، بس الواد بيضرب ايده ولسه متضايق منه علشان عمي. شكل كده الواد ده دماغه تعبانه يا صديقي. طبعا على الاقل اشكر اللي انقذك يا عرنته. ما علينا. المهم في الاثناء ديت بقى الجاسوس كان مستخبي وسط الشجر وشاف كل اللي حصل. بيطلع حاجه كده من ايده وبيحدفها على الوحش اللي جنب ري، وهوبا بيقوم من تاني. خطوط بتظهر على جسم الوحش وعينه بتنور وقوته بقت اضعاف مضاعفه. ري بقى لما بيشوفه بيقلق كده وشكل الحوار كبر يا صديقي. في الاثناء ديت كانت كلاريس ماشيه مع الفريق بتاعها وسط الغابه وبتسمع صوت صراخ البرت واصحابه وبتجري هناك على المكان. بتستخبى علشان تفهم ايه اللي بيحصل، وبتلاقي بعدها ري بيحارب وحش كبير جدا. بتقول استحاله يقدر عليه، ده شكل الوحش ده هيقتله وانا لازم اساعده. ولكن الواد بيواجه الوحش ده بكل غباء ومش مديله اي فرصه. هو مش عاوز يستخدم سحره اصلا علشان محدش يعرف قوته، وبيحاول يقتله بس بقدراته البدنيه. بس انت بتهزر ولا ايه؟ ده الوحش ده معزز بسحر ظلامي ومستحيل تقدر عليه بطاقتك الضعيفه دي. بس وقتها ري بيقرر يستخدم جزء بسيط من طاقته علشان بس يوقفه. لسه هيستخدمها وبوم اميليا في المكان. ايوه انت مش لوحدك يا عم سوبرمان، لسه هي كمان ويفي والتعاون الرباعي على الوحش حاجه اخر جمدان. الوحش فعلا بيتثبت في المكان وخلاص ري بيجري عليه وهوبا اعطاله الضربه الاخيره. ايوه عاش عليكم والله. كلاريس بقى لما شافت قوه ري اتصدمت وقالت هو ازاي يا عمي وازاي بيقدر يعمل كل ده؟ اكيد في حاجه غلط في الموضوع. بعدها بقى العيال بتحرر اصحاب البرت وبيسيبوهم يمشوا من المكان. الجاسوس هو كمان ما عجبوش اللي حصل واختفى علشان يخطط لحاجه تانية. بعدها بقى ري وفرقته بيجيبوا بقيه الاختام بسرعه وبيحصلوا على المركز الاول في الاختبار. وطبعا كل الطلاب كانوا متضايقين علشان طلع مركز عليهم، الا كلاريس كانت في قمه السعاده وعرفت انهم اخدوها عن جداره. بعدها بقى اليوم بيخلص وري بيروح على معلمته ايزل. ايوه هي اصلا كانت مستنياه وحشه على الاخر وحرفيا مش مصدقه عينيها.
لها. الواد هو كمان كان فرحان علشان شافها، وبعدها قعدوا جوه يتكلموا، بتساله عن احواله في المدرسه وايه الدنيا هناك. راي بيعرفها بكل حاجه وانه كون اصدقاء جدد والدنيا بتاعته رايقه على الاخر. ايزل بتفرح جدا ليه وبتقول له خلاص ابقى هاتهم معاك يا عم في مره علشان اشوفهم يعني واتعرف عليهم. راي بيقول لها تمام والدنيا بتحلو. بس فجاه بقى ايزل بتعدل نفسها وبتتكلم في المفيد. ايوه بتقول له في مجموعه اسمهم الانجيو بيتنكروا على هيئه جواسيس، بيعملوا تجارب على المخ البشري علشان يتحولوا لوحوش. الواد طبعا بيتصدم كده لما بيسمع الكلام وبيفتكر اللي حصل في الغابه، فالوحش اللي هجم عليهم اتغير برضه وتحول لوحش اكتر خطوره بعد ما حاجه كده جت في دماغه. ايزل بعدها بقى بتكمل كلام وبتقول الجماعه دول عرضوا عليا انا كمان ان انضم معاهم، بس كسرت لهم دماغهم، في الغالب هيعرفوك انت كمان وهيحاولوا يتقربوا منك، فخد بالك بقى يا عم وما تقعش معاهم. راي بيقول لها تمام بس انا عندي مشكله، انا بواجه مشكله في اخفاء قوتي، يعني لو حد واجه صحابي او حسيت بخطر مميت ايه اللي المفروض اعمله؟ ايزل قالت له في الحاله ديت استخدم كل قوتك وما تخبيش اي حاجه، وطالما بتستخدم قوتك في حمايه القريبين منك فالدنيا هتبقى تمام التمام. بعدها بيطلعوا بره بقى علشان يمشيها في الهواء شويه والدنيا بتاعتهم بتحلو، وهم في الطريق بقى ايزل بتعرفوا ان البطوله السحريه على الابواب وهي فازت فيها 3 مرات ورا بعض، فانت عاوز تعمل ايه؟ راي بيقول لها والله مش هدخل فيها عشان قوتي يعني ما تبرزش اكتر، وانت عارفه طبعا ان انا بحب استخبى عن الناس، بس انا عندي خطط احسن وهتسلي الكل. ايزل بتقول له بقى لو اللي في دماغي صح فاخد الكتاب ده والدنيا هتبقى معاك تمام. الواد فعلا بياخد الكتاب وبيمشي، والصبح بقى وهو بياخد التمارين بتاعته بيشوف لسه خارجه من بيتها شكلها كده رايحه على المكتبه، وبيقول لها انا كمان فاضي، ايه رايك اما اخدك على هناك ونروح سوا؟ البنت ما بتعرفش تقول له ايه وبتتحرج، وبعدها بتدخل تغير هدومها وهو كمان بيغير هدومه. هو احلى موعد غرامي ده ولا ايه؟ بيروحوا على المكتبه فعلا وبيقعدوا يقراوا شويه كتب هناك، وبيخلصوا من المكتبه ولسه يروحوا المطعم. كلاريس بتشوفهم بتقول بقى في بالها ايه اللي هو بيعمله ده، هو لحق يقرب من بنت بالسرعه دي، انا لازم امشي من هنا بسرعه، بس هتمشي فين يا بنت الناس؟ راي بيشوفها هي كمان وبياخدها يعرفها على لسه، وبعدها بيقعدوا هما الاثنين في المطعم. البنتين مكسوفين على الاخر، والواد بقى كان في قمه الانشكاح، ابو امك حودك يا اخي. المهم بعد ما بيخلصوا اكل بيودعوا بعضهم وبيمشوا، وشكل كلاريس ولسه حبوا بعض على الاخر. المفروض بقى ان صاحبنا يروح وكفايه عليه كده النهارده، تخيل بقى انه هيكتفي بكده؟ لا والله، بام كمان ايميليا بتنزل من العربيه بتاعتها وكانت في احتفال تبع عيلتها، متشيكه على الاخر وشكلها زي القمر، وحاليا رايحه على المكتبه بتقعد مع ري كده بعد ما بتشوفه، وبتعرف انه خرج اليسا وكلاريس من شويه، بتتضايق هي كمان وبتقول له لازم تخرجني زي ما خرجتهم، وطبعا بيخرجها وبيروح معاها وهي بتشتري هدوم، والبنت قمر في كل حاجه. بعدها بقى بيخلص اليوم وري بيروح على بيته، ولكن المدرسه غريب بتبعت له كده. الواد بيروح لها فعلا وبتبدا تكلمه بكل احترام وبتقرب منه اكتر واكتر، بتحاول تضمه لصفها وشكلها كده مش مظبوطه في الكلام يا صديقي. ري بقى ما بيدققش معاها قوي وبيتعامل عادي، وبعدها بيروح البيت. بس في الغابه كان البرت الجاسوس قبله وعطاله قوه كبيره وقال له اقتل ري، فهل البرت هينفذ الكلام ولا لا؟ ومين الجاسوس ده؟ تعالوا بينا بقى نكمل علشان نعرف. في اليوم اللي بعده ري بيروح يتدرب مع فرقه المعضلين كالعاده، وبعدها بيروح على فريق العنايه بالنباتات، وهناك روبينا والاول مره بتديله مفتاح الاوضه، وشكلها كده بدات تتقبله اكتر واكتر يا صديقي، وحست انه شخص كويس. رئيسه المجموعه ديت بقى واللي هي ريبيكا برضه كانت بدات تتقرب من ري اكتر وبتعلمه كل حاجه عن النباتات، فمن وسط كل الطلبه الموجودين هنا مفيش حد كان بيقرب منها وبيسيبها تشرح له الحاجات اللي فهماها غير ري وبس، وده طبعا بسبب كبر عائلتها وانها من ثالث اغنى عيله في المدينه والناس كلها بتتجنبها، ولكن ري بيوعدها انه هيجي لها على طول يتعلم منها والدنيا تمام التمام. اخيرا بقى اختبارات التصفيه للالتحاق بالبطوله المدرسيه بتبدا، وايميليا كانت مكسره اللي قدامها، محدش كان مجاريها خالص والكل اصلا كان خايف يواجهها وعمالين يخسروا. بس البنت في الوقت ده بتطلب من ري يتقدم علشان تواجهه، لانها بعد ما شافت قوته في الغابه كانت عاوزه تنافسه وتتعلم منه اكتر وتعرف يعني الحاجات اللي مخبيها. ري فعلا بيتقدم والحكم بيرصهم وبيقول لهم يلا ابداوا القتال. فعلا بيبدا القتال وايميليا بتهجم بهجماتها الشرسه على ري ومفكره نفسها تهزمه، ضرباتها تقيله فعلا ومدروسه، ولكن على مين؟ ده ري ابن الجامدين بيصد كل هجماتها ببراعه وبيلف عليها يفادي ضرباتها الاخيره، وخلاص كان هيكسب القتال، بس في الاخر دماغه بتوجعه كده وبيحس بحاجه فيها وبعدها بيخسر. ايميليا طبعا بعد ما شافته عرفت انه خسر بمزاجه علشانها واتاكدت انه اقوى منها بمراحل. بعدها بقى بيروحوا علشان ياكلوا كده في المطعم، وهوب فجاه البرت كان هناك بيحط ايده على الترابيزه كده وبيقول لي ري انا خلاص جبت اخري منك، يلا تعالى لي الغابه علشان تواجهني وهكسرك هناك. ري طبعا بيوافق وبيروح معاه على هناك، والبرت كان مجهز الدنيا ونصب الحاجز التمام علشان ما فيش اي اصوات تطلع ولا حد يعرف يوصل لهم هنا، كمان كان جايب سيوف حقيقيه وبيقول لي ري واحد بس مننا اللي هيرجع عايش من هنا، لا اما انا لا اما انت. الجاسوس بقى هو كمان في الوقت ده كان فرحان من افعال البرت وقاعد كده عمال يتفرج عليه، شكله مستمتع على الاخر ومستني نتيجه القتال. المهم بيبدا القتال ما بينهم فعلا، والواد حرفيا شايط من الغضب بيستخدم السيف والتعويذ على ري من كل اتجاه، ولكن ري بيتفاداها. الكل بقى كان عمال يتفرج ومش عارفين ايه نهايه المعركه دي، والبرت طاقته السحريه في ازدياد عمال يهجم اكتر واكتر على ري، والكل قلقان عليه والضربه ديت كانت هتيجي فيه، بس هوب فجاه ري قطعها. ايوه ري قدر يركز حواسه على السيف وقطع التعويذه السحريه، والبرت حرفيا اتصدم، انت ازاي قدرت تعمل كده؟
كده بيهجم على ري تاني بكل غباء ومن كل حته، بس ري بيفادي كل هجماته ببراعه، بيقرب منه اكتر وبيصد كمان الضربه النهائيه بتاعته. بيقول له خلاص اخرك هنا يا عم البرت، ارجع بقى على بيتكم واتدرب يلا. البرت هو كمان بعد ما عرف انه مش هيعرف يفوز عليه وقع على الارض وحس بالخساره. قال ازاي كده؟ انت اكيد نبيل متنكر في هيئه عمي، انت ازاي قدرت تفوز عليها بالسهوله ديت؟ ري قال له لا انا مش نبيل، انا عمي زي اي حد، بس انا اتربيت في بيئه كويسه مش اكتر، وانت كمان لو فكيتك من اللي حواليك هتبقى اقوى من كده. يلا سلام يا عم. وخلاص ري كان سايبه وماشي، بس فجاه الكل بيحس بطاقه مرعبه. ايوه الجاسوس خلاص زهق من قطع الشطرنج اللي بيحركها، قرر يظهر بنفسه. بيقول بعدها ري انت لا عديت كل توقعاتي، انت قدرت كمان تثبت قدام طاقه الجاذبيه بتاعتي، وكمان خلصت على الوحش قبل كده، انا لازم اواجهك بنفسي واخلص عليك قبل ما تكبر اكتر واكتر. ري بقى لما بيسمع الصوت ده بيتعرف عليها. ايوه انت المعلمه غريب بتاعه صف السحر، انت ازاي بتعملي كده؟ المعلمه بتقول له بسيطه قوي، انا بضحك على الطلبه العبط اللي زيك كده بكلمتين حلوين واجرجرهم هنا، وبعدها اقتلهم يعني واستحوذ على كل طاقتهم السحريه، وانت واصحابك خلاص وقعتم في الفخ اللي انا عملته، هتموتوا كلكم دلوقتي. ري بيقول لها يعني كلامك معايا ومدحك كل الفتره دي كان كذب؟ غريب بتقول له ايوه كذب، واجهز بقى علشان تسليني شويه قبل ما اقتلك. الواد بيتعصب جامد وبيشد على ايده وبيقول لها تمام هنشوف مين فينا اللي هيكسب. بالفعل غريب بترجع لورا وبتطلع سحر ناري قوي جدا وبتهجم على ري بتستخدم كمان عينيها وبتقول له انت مبارز سحري، لازم تقرب مني علشان تقدر توصل لي ضربتك، بس طالما في مسافه ما بيننا فمستحيل تقدر تعمل اي حاجه، انت خلاص هتموت. بتهجم عليه بقى من كل اتجاه، والواد كان بيفادي كل الهجمات وبس مش عارف يعمل اي حاجه. غري هي كمان بتقول له انت هتفضل تفادي بس ولا ايه؟ طب انا اشوف بقى غيرك احسن. بتغير اتجاه الهجمه على اصحابه والعيال خلاص هتموت. ري وقتها بقى بيفتكر كلام ايزي ليه لما قالت له استخدم قوتك وقت الحاجه واحمي اصحابك. بالفعل الواد بيفعل قوته السحريه لاول مره وبيكسر الهجوم. ايوه شكله بيتغير وهالته بتتغير والكل مصدوم، انصار سحريه كمان بتظهر من فوق وغري مرعوبه. هو ايه اللي بيحصل ده؟ ري بيقول لها انا نسيت اقول لك انا ساحر نصر الجليد، وطالما انت جيتي على حد من صحابي فاعرفك انا مين كويس. جري بتتعصب منه وما بتعرفش تعمل اي حاجه وبتهجم عليه، بس تخيل بقى انها تقدر تيجي حتى تحت رجليه. ما تقولها معاه انت كده يا صديقي. لا والله بوم الواد بيسيب بتاعه بيكسر هجومها بسهوله وبالكلمات بس من بقه بيوقف اي هجوم تاني. البنت خلاص عرفت انها في خبر كان وبتطلع تجري قدامه، بس على فين يا بنت الناس؟ ري بيقطع رجليها وبيروح وراها والدنيا تمام وبيقول لها انت مين اللي مشغلك عنده؟ اعترفي دلوقتي قدامي وهسيبك ترجعي عايشه من هنا. جري بقى بتحاول تقول اي كلام كده وبتعمل هجوم من تحت الارض ولكن بدون اي فايده. بيقول لها شكل الكلام مش جايب معاكي همه، يلا علشان هتموتي. جري بقى لما بتعرف انها خلاص هتموت بتقول له ما بدهاش بقى، بتطلع البتاع اللي على رقبتها وبترشها في الدماغ. ايوه بتحول نفسها لوحش سحري وبتقول لي ري ورينا هتقدر توقفني ازاي. الواد بقى مش فاهم اي حاجه وبيلاقي شكلها بيتغير وقدراتها وانيابها بيكبروا، حرفيا شكلها بقى مرعب جدا. بعدها بقى الوحش بيهجم على ري والواد بيفضل يصد هجماتها بس بيستخدم الكلام السحري كمان ومفيش ولا اي حاجه بتوصل له، والعيال هي كمان بتشوفه بيتصدموا من قوته، حرفيا حاجه عظمه. بس ري بقى ما كانش استخدم قوته من زمان وعلشان كده لسه مش متحكم فيها. فيوم ما مات ادوارد اصلا حصل له حاجه اسمها اوفر ايتر، ونتيجه لكده الطاقه الكبيره ديت غلط عليه، الدم بدا ينزل من راسه وشكله مش هيستحمل كتير. الوحش بقى بتلاحظ الكلام ده واصحابه هما كمان بيلاحظوه، مش عارفين هيتصرفوا ازاي. تتصرفوا مين؟ ده انا ري ابن الجامدين. هو بضربه الجليد بيحولها كلها لثلج وكمان بيقتلها ويلون الورود بدمها. بعدها الواد بيقع على الارض منهك جدا وبيغمى عليه من التعب. اصحابه بياخدوه على المستشفى جري، واول لما بيصحى بيلاقي ايزل قدامه بتفرح جدا اول لما بيفوق وبتقول له الحمد لله انك قمت بالسلامه، شد حيلك بقى يا بطل. الواد بيترعب على طول وبيسال على اصحابه وهل في حاجه حصلت لهم ولا لا. المديره بتقول له ما تقلقش كلهم بخير. بعدها بقى ايزل بتطبطب على راسه كده وبتحييه على شجاعته وبتسيبه وبتخرج لبره علشان تروح، بس المربيه بتقرب من ري كده وبتقول له ان ايزل كانت قلقانه جدا عليك، قعدت تعيط، ابقى تعالى زورها يعني. الواد بقى لما بيسمعها بيتاثر جدا وبيقرر لما يخرج يزورها يعني ويطمن عليها. وفعلا في الاثناء ديت ايزل كانت عماله تعيط بغباء وفرحانه علشان ابنها قام بالسلامه، والظاهر انها كانت بترسم قدامه طول الفتره ديت انها بخير. المديره بقى هي كمان بتشكره على شجاعته وبتقول له ان ايزل ما نزلتش راسها غير مره واحده بس في حياتها. ايوه هي المره لما جت علشان تخليك تنضم للمدرسه هنا، انا عرضتها في الاول علشان انت مش من اصل نبيل وهتتعرض يعني للتنمر، بس هي اصرت ان لازم اجيبك هنا وبصراحه يعني ما قدرتش ارفض طلبها. يلا سلام يا عم انت. الواد بقى لما بيسمع الكلام ده ما بيقدرش يستحمل وبيقعد يعيط، بيعرف قد ايه ايزل بتحبه وبتهتم بيه وبيكون في قمه الحزن. بعدها بقى اصحابه اللي واقفين بره بيدخلوا بيطمنوا عليهم كمان وبيسالوه على الحقيقه. ايوه بيسالوه عن التحول بتاعه اللي تحوله ده وازاي هو بالقوه ديت اصلا. ري بقى بيحكي لهم عن كل حاجه وانه حاليا ساحر نصر الجليد، فبعد المعركه هو اخذ القوه واللقب من معلمته وهي رجليها باظت وما عادتش بتمشي، بس بسبب انه كان متاثر جدا بموت ادوارد حصل عنده ارتداد في المانا، وبقى كل لما يستخدم السحر بتاعه دماغه تجيب دم ويتعب زي ما انتم شايفين كده. بيقول لهم بعدها انا قتلت ناس كتيره جدا في الحرب وخلصت على حيوات اكتر، الحياه في المدرسه هنا بالنسبه لي جنه
هنا، بس كل يوم بسأل نفسي سؤال واحد، هل انا استحق اكون جنبكم ولا لا؟ انا اسف بس انا شكلي ما استحقش حاجه. ايميليا بقى لما بتسمعه بتتعصب منه جدا وبتمسك ايده وبتقول له احنا ملناش دعوه بالماضي بتاعك، ولا انت كنت مين ولا كنت بتعمل ايه، انت صاحبنا ري الجدع اللي بيساعد الكل، هنفضل طول عمرنا جنبك ونحبك. ايفي ولسه وكلاريس هما كمان بيقولوا نفس الكلام، وري بقى في قمه السعاده بيشكرهم على الحلاوه دي. وبعدها بيخلص اليوم، بيمشوا بقى بالليل وري بينام وبيدخل عليه ألبرت كده وهو نايم. ايوه هو نفس النبيل اللي الجاسوسه كانت بتتحكم فيه. بيقول لي ري انا اسف علشان هاجمتك النهارده وحاولت اقتلك، انا عارف ان انا ضعيف ومش هقدر اوصل لمستواك، بس الغيره منك والحقد عمالي عيني وخلاني اعمل اللي عملته. عامه مش هطول عليك وهمشي من المدرسه علشان ما اسببلكش ازعاج اكتر من كده، يلا سلام. ري بيقول له ما تمشيش يا عم ألبرت، اللي حصل لك ده هيطورك اكتر واكتر وهتبقى اقوى لقدام، ولو خايف يا عم لما سامحكش او اي حاجه فاحنا كلنا اخوات، انا خلاص مسامحك. ألبرت بقى لما بيسمعه بيتاثر جدا، وجمال والله. بعدها بقى في اليوم الثاني بينضم للمدرسه ليهم معلمه جديده، ايوه هي كارولا يا صديقي، وكانت جايه علشان تنظم لهم البطوله اللي هتتعمل قريب ليهم، وبتشرح لهم كل حاجه فيها. بتقول لهم البطوله ديت مكونه من جولات كتيره، في بطوله لسنه اولى وثانيه وبطوله مخصصه لسنه ثالثه. في الاول هتعملوا تصفيات هنا، وبعدها هنختار من كل فصل 2. شدوا حيلكم بقى علشان تكسبوا وترفعوا راسنا وتفوزوا في القتال. الكل فعلا بيتحمس من الكلام، وبعدها كارولا بتمشي. بيبدا بقى التصفيات فعلا، وري ما بيرضاش يشارك، بيراقب من بعيد هو وكلاريس. بيلاقي ايميليا كده هي اقوى واحده من بعده وحرفيا ملهاش منافس. ألبرت هو الاقوى من بعدها، وكده شكلهم الاثنين هم اللي هيدخلوا المنافسه. بتستمر ايميليا بقى في التدريب، ولكن كانت دايما متضايقه بسبب حاجه في بالها، ما بترضاش طبعا تحكي لاي حد عليها. وري بيلاحظ الموضوع ده، بيروح في يوم بقى لريبيكا وبيسالها هي ايميليا زعلانه ليه. ريبيكا بتبدا تشرح له كل حاجه، وانها زعلانه علشان خسارتها السنه اللي فاتت، فهي بالرغم من قوتها دي كل سنه بتخسر من نفس البنت، وايميليا طبعا بتزعل من نفسها. ري بيسالها على البنت اللي بتخسر منها، وبيعرف ان اسمها اريانا، وهي بتحضر في الاكاديميه السحريه اللي في البلده الثانيه. طبعا الواد بيعرف الوضع بالكامل وبيقول لها خلاص تمام. في اليوم بقى اللي بعده الواد بيستنى ايميليا كده وهي خارجه من المدرسه، وبيقول لها مالك شايفك كده بقالك فتره مش مظبوطه، احكي لي وانا هساعدك. ايميليا بقى بتزعل جدا وبتقول له على كل حاجه، بتفتكر الماضي بتاعها بالكامل لما كانت هي واريانا اعز اصحاب، كانوا دايما بيلعبوا مع بعض ومفيش اي حاجه بتفرقهم، بس بسبب انهم في مدارس مختلفه بيتنافسوا سوا. وايميليا بقى للاسف كل مره بتخسر من اريانا، ومن وقتها يعني وصداقتهم اتدمرت، والبنت ما عادش عندها ثقه في قوتها نهائي. ري وقتها بقى بيقول لها خلاص طالما الموضوع كده فده عندي، بكره الصبح قدام سور المدينه استنيني، انا هدربك بنفسي علشان ما حدش يعني يغلبك. البنت فعلا بتقول له تمام، وبتروح على الاوضه بتاعتها تنام. الصبح بتلبس لبس التدريب، وهوبا بنلاقي ري قدامها بيلبس قناع كده على وشه، وبيكلمها بصوت عالي، بيقول لها من النهارده ري ما عادش موجود، اللي قدامك ده اسمه العم ري، اي حاجه اقول لك عليها تقولي حاضر وبس. تمام لا انا قلت تقولي حاضر. البنت بتترعب كده وبتقول له خلاص حاضر. وبعدها ري بقى بيكمل كلامه وبيقول لها النهارده علشان اول يوم تدريب ليكي فهتجري لي بس 20 كيلو، هستناكي هنا في نفس المكان قدامك تلت ساعه، يلا اجري. البنت على طول بتترعب وبتقول له حاضر، وبعدها بتبدا تجري وتتدرب في كل مكان. ري بقى ما خلاش تجري وبس يا صديقي، ده بقى بتلعب ضغط وتشيل حديد، وحرفيا بيهلك جسمها. البنت هي كمان ما عادش عندها وقت تفكر في حاجه، ويا دوبك لما بتروح بتتخمد علشان التدريب الصبح. ري بقى هو كمان ما كانش سايبها في حالها وبيصحيها الفجر، حرفيا معيشها في جحيم يا صديقي. المهم بقى في يوم ري بيقول للمدرب بتاعه على حاجه يجيبها، بيداله فعلا. المدرب بيقول لري بس هتعمل ايه بالحاجات ديت، ده شكلها مش مظبوط خالص. ري قال له لا ده هتفيدني، هو بالفعل الحاجات ديت بتطلع هدوم كده بتغير شكل الجسم وبتخلي ري زي البنات. بيعدي على ايميليا كده وهي بتتدرب وبيقول لها انتباه. البنت بتترعب وبتقول حاضر، ولكن ما بتلاقيش ري قدامها. دي بتشوف بنت كده وما بتكونش عارفه هي مين. بيوصل بعدها بقى على مدرسه أولغرين، وبيستخبى كده في صندوق علشان ما حدش يشوفه او يعرفه، بس بيلاقي البنت الصغيره ديت بتعيط، وبيطلع من الصندوق علشان يطمن عليها. البنت بقى بتستغرب منه، ولكن بتقول له ان اختها سابتها وهي مش لاقياها، عاوزه ترجع لها باي طريقه. ري بياخدها فعلا وبيدور على اختها في كل مكان، وبتطلع من اختها صديقي، ايوه بتطلع هي اريانا. بتقعد تتكلم مع ري وبتشكره علشان رجع اختها، وهنا ري بقى بيقول لها عادي ولا يهمك، انا اصلا كنت جاي علشان خاطرك مخصوص. بص كده، اولا انا اسمي ري ومتنكر في الشكل ده علشان اقول لك على حاجه، ايميليا المره دي انا اللي بدربها، قوتها هتزيد وهتكسبك في النهائي، فعلشان كده عاوزك ما تتساليش معاها وتجيب اخرك علشان ما تخسريش في القتال. يلا سلام. اريانا بقى بتعجب بكلامه قوي وبتقول له اتفقنا، بس تعالى كده نجرب نتبارز سوا مع بعض. بيجربوا فعلا، واريانا بتعرف مهارات ري الكبيره، بس الواد ما بيرضاش يلفت الانظار اكتر ليه. وبعدها بيرجع على بيته، بيكمل تدريب بقى لاميليا وبيشوف تطورها قدام عينه، بيلاحظ لمعه الموهبه اللي هو عاوزها، واخيرا بيقول لها كده انت جاهزه، استعدي علشان اللي جاي دمار. وبالفعل الكل بيتجمع وبيلبسوا بدلاتهم القتاليه لبدء الاختبار. المديره كمان بتدي الكلمه بتاعتها، ويلا علشان هنشوف العظمه. القتال الاول بالفعل بيبدا، واميليا هتقاتل ضد الولد ده. طبعا الولد ده داخل بحماسه وبيشجع نفسه وبيهجم على البنت بكل غباء، ولكن هي لفه واحده بس وهوب خسر في القتال. ايوه اميليا اصلا كانت مجهزه له فخ في المكان اللي هو فيه وخلصت عليه.
الكل طبعا اتصدم من ذكائها وشجعوها على كده، والدنيا اخر حلاوه. بعد القتال بقى ايميليا بتقابل اريانا هنا كده، والبنت بتحاول تتكلم معاها بكل رقه. ايميليا بتقول لها مش وقته، بعد ما افوز عليكي هسيبك تتكلمي معاها براحتك. اريانا بقى لما بتشوف ثقتها بتفرح جدا وبتقول لها اذا كان كده يبقى استناك تخسريني. وبعدها البنت بتدخل على الحلبه، المره دي هتواجه البرت واللي حرفيا جاب اخره في التدريب وحلق كمان شعره واسترجل وطلع على الحلبه، مش ناوي يخسر هو كمان في القتال وبيجهز نفسه. بالفعل بيبدا التنافس ما بينه وما بين اريانا، والواد مهاراته في المبارزه اتطورت جدا، الكل مصدوم منه ومن سرعته. بس على مين يلا، ده اريانا جامده تنين، بتكسره وبترميه على الارض، وكل اصحابه خلاص مفكرينه خسر، زعلانين عليه جدا. والواد هو كمان موطي راسه، واريانا بتقول له يلا استسلم، يلا انت مش قدي. البرت بقى بيفتكر ري، وبيفتكر لما قال له شد حيلك اوعى تستسلم ابدا، بيتحمس على الاخر وبيهجم على البنت بكل غباء، وفعلا بيطير لها السيف، كان خلاص هيدي لها النهايه، بس اريانا بتتعصب وبتفعل كل طاقتها وبتمسك السيف بايديها، بتكسره من هنا، وبوم بتديله البوكس التمام من هنا. ايوه كده رسميا اريانا الفائزه في القتال. بس البرت هو كمان كان عمل اللي عليه وفرحان جدا بانجازه، وري والكل هم كمان اتصدموا منه. الدنيا اخر حلاوه. اخيرا بقى وبعد انتهاء المباراه دي، ري كده كان ماشي في الطرقه بتاعه الحلبه، بيشوفوا واحد من الجواسيس وبيستخبى علشان يقتله، وشكلهم بيخططوا لحاجه يا صديقي. في الوقت ده بقى مديره الاكاديميه بتعمل اجتماع طارئ موجود فيه ايزل وكارولا وري، كمان بيجي عليهم المديره وبتقول لهم انا جمعتكم النهارده علشان حاجه مش تمام. فالمدرسه ديت حاليا مليانه جواسيس وناس بيخططوا لسرقه الطلبه، كل سنه بقى في نفس الميعاد بيهجموا، وعلشان كده انا جمعتكم النهارده وجهزت الفريق ده علشان اي حاجه طارئه. ما تقلقش يا ري انت مش لوحدك، هيكون معاك المدرب بتاعك. ايوه هو المدرب المعضل ده صديقي، صدقني انا ما عرفتوش لما شفته لابس والله. المهم ري بيقول لها تمام ما تقلقيش هننقذ اي حد ومش هنسيب الجواسيس دول يعملوا اللي هم عاوزينه. المديره بتقول له تمام، وبعدين بيمشوا والوضع بدا يروق. بس بقى اثناء ما كان ري ماشي مجرم بيظهر وراه كده وشكله ناوي يخطفه، بس على مين؟ المدرب بيكون ورا ري وبيخطفه قبل ما ري حتى ياخد باله. ايوه تقريبا الجاسوس هو اللي اتخطف يا صديقي. المهم المباراه كانت لسه شغاله وما فيش حد شادد انتباه ري غير الولد ده، بيخلص على كل خصومه في ثانيتين بس، وبعدها بيبص ري كده وشكله كده يعرف قوته. اميليا بقى هي كمان بعد ما شافت قوه اريانا قلقت جدا وحبست نفسها في الاوضه، ما عادتش راضيه تطلع. العيال صحاب ري بيعرفوا انها ما بتطلعش، وري بيقرر يروح على اوضتها علشان يعرف في ايه. بيدخل فعلا على هناك والبنت بتفتح له، باين عليها بقت مكتئبه جدا. ري بيسالها على طول مالك انت ليه ما عدتش بتطلعي ولا بتشوفي المباريات؟ إيه اللي حصل؟ اميليا وقتها بتقول له انا مش عاوز اطلع، انا حاسه اني هخسر في القتال زي كل مره، ما بقتش عارفه اصلا اتصرف ازاي. انا بعد ما قابلتك واتدربت معاك اتاكدت اني بقيت اقوى، اخدت الثقه شويه، بس اريانا هي كمان بقت اقوى وانا استحاله اقدر اهزمها، شكلي كده هفضل في قفص الخساره ده طول حياتي. ري قال لها لا كلامك مش مظبوط، انت اكتر شخص شجاع انا شفته في حياتي، وكمان اتدربتي اكتر من اي حد. اي نعم انا ضغطت عليك الفتره اللي فاتت، بس موهبتك ديت ناتجه عن شغلك الكتير، فقومي يلا وشد حيلك علشان ما حدش هيكسب غيرك. البنت وقتها بتفرح جدا بالكلام وبتطمن وبتترمى في حضنه من كتر التعب، بعدها بتنام. وري كان جنبها طول الليل وفضل ماسك ايديها علشان طبعا ما تقلقش. بيقول بقى في باله ما تقلقيش انا شفت موهبتك بنفسي ومتاكد انك عندك القوه المطلوبه. وبعدها بقى بينتهي اليوم. ايميليا فعلا بتجهز نفسها وبتدخل على الحلبه، واريانا هي كمان قصادها. ري بقى كان واقف مع اصحابه بيشجعوها، ولكن بيلاحظ ان كلاريس ما جاتش لسه وبيشك انها اتخطفت، وفعلا ده اللي حصل يا صديقي. فاثناء ما كانت كلاريس لسه جايه بيشوفها واحد من الجواسيس وبيخطفها، ما كانتش لوحدها لا ده كان في اكتر من 8 طلاب معاها اتخطفوا واتحطوا تحت الارض هنا. في الاثناء دي بقى كانت المعركه بدات ما بين اريانا وايميليا، والبنت على طول بتفعل كل طاقتها، بترمي السيف وبتقول لايميليا تعالي لي يلا، بتهجم عليها فعلا بكل غباء، والبنت بتصد هجماتها بس مش اكتر. اريانا بقى متسليه على الاخر وبتظهر بسرعه وبتضربها. ايميليا بتتعصب خلاص قررت تستخدم قوتها هي كمان، الوضع هيشتعل. اريانا بقى بتفرح لما بتشوف ايميليا استخدمت قوتها وبتزود في الهجوم، الاثنين بيهجموا على بعض بكل شراسه، الوضع اخر حلاوه. في الاثناء ديت برضه ري كان وصل تحت الارض، لحق كلاريس، ظهر له بعدها شويه كده من الجواسيس هم كمان خلاص هيقتلوه، بس الواد بيفعل سحره الجليدي وبيكسروا عليهم يمين شمال فوق تحت، حرفيا مدغدغهم. اريانا هي كمان في الاثناء ديت كانت عرفت ان اميليا بقت اقوى، وقالت لها انا كنت عارفه انك هتوصلي للليفل ده، وعلشان كده هستخدم بطاقتي الرابحه. بتفعل بطاقه اسطوريه جديده وجسمها كله بيتلون بالازرق، بتهجم على اميليا هجمات سريعه جدا، والبنت خلاص ما عادتش شايفاها. اريانا هي كمان بتستغل الوضع ده وبتضربها بعيد، وخلاص اميليا وقعت على الارض هتخسر، احلامها كلها هتروح من قدامها. بس فجاه بتسمع ري بيقول لها قومي انت قدها. البنت بقى لاول مره بتحس بشعور غريب جدا، وايوه بوم بتظهر لها قوه جديده، موهبه خرافيه كمان، والكل مصدوم. اريانا بقى اتصدمت وهجمت، بس على فين يا حبيبتي؟ اخرك خلاص بقى فاضي. ايميليا فعلت القدره بتاعتها لاخر حد، وخلاص اريانا مش هتوصل لها، بتتفادى هجماتها بكل براءه وبتضربها كمان، وحاجه اخر عظمه. الكل حرفيا مبهور من اللي شايفه، وده القدره الساحقه ديت. كارولا هي كمان بتعرف القدره دي وبتحللها للمعلقه، فبعد ما بتحاول اريانا الهجوم اميليا بتبدل مكانها باحدى الفراشات بتوعها وبعدها بتفجرها. هي حاليا يعتبر منيعه، ولو كملت على كده هتكون واحده من اقوى السحره في
العالم. اريانا بقى مش عارفه تعمل اي حاجه وبتقول هو ازاي كده، انا مش فاهمه، اكيد القوه ديت ليها عيب. وفعلا مناخير ايميليا بدات تجيب دم وشكلها مش هتستحمل تستخدم القوه ديت كتير. اريانا بقى بتاخد بالها وبتهجم عليها بهجمات سريعه جدا. ايميليا بتزعق وبتهجم هي كمان والضربات جايه من كل حته. القتال اشتعل ما بين الاثنين ولكن فجاه الورده اختفت. ايوه ايميليا الفايزه في القتال. اريانا هي كمان بقى بتفوق وعلى عكس المتوقع كانت فرحانه جدا. بتقول لصاحبتها اخيرا هنرجع صحاب تاني، اخيرا ما عدتيش هتحطي حواجز ما بيننا. ايميليا بقى لما بتسمع الكلام ده بتقعد تعيط وبتقول لها ايوه هي اصلا كانت زعلانه علشان قطع صاحبتها طول الفتره ديت وما كانتش عارفه تعمل ايه. اريانا بقى بتفتكر الماضي بتاعها وعدهم سوا انهم هيفضلوا صحاب دايما. بتعيط اكتر هي كمان وبعدها الاتنين بياخدوا بعض بالحضن مع تجديد وعد طفولتهم تاني، مش هيبعدوا ابدا عن بعض. الكل بقى بعد ما بيشوف مشاعرهم الجميله ديت بيفرحوا وبيسقفوا لهم بحراره، حتى الابهات بيتاثروا من الكلام ده. واخيرا بقى وبعد انتهاء مسابقه الفصل الاول بيحين موعد النهائي بتاع سنه ثالثه، والمره دي هتدخل ريبيكا ضد الولد ده. ريبيكا بقى كان عندها قدره قراءه المستقبل ولسه هتستخدم الموهبه عليه. هوبا في اقل من ثانيه كان الواد اختفى، انهى القتال في لمح البصر وبيتضح ان ده مش ساحر عادي، لا ده ساحر نصل الظلام الاسطوري. ولما بيطلع من الحلبه بيروح على ريك كده وبيقول له انا مش عارف انت مين بس انا حاسس بطاقه نصل الجليد جواك. عامه يعني انا مش هستمتع وانا بكسبك وانت لسه ضعيف كده وما اتغلبتش على الحراره الزايده اللي بتحصل لك. ما علينا، هستناك السنه الجايه في الاختبارات دي، لو واثق في نفسك ابقى تعالى. ريك بقى بعد ما يسمع الكلام ده بيتصدم جدا وبيعرف ان في ناس تانية مخبيه نفسها وشكلهم مش ناويين على خير. اخيرا بقى بعد انتهاء البطوله المدرسيه بالكامل بتروح كارول على المجرمين علشان تخليهم يعترفوا من سيدهم، ولكن ما بتعرفش تعمل اي حاجه وبيفجروا دماغهم وشكل كده مزروع في اجسادهم حاجات تمنعهم عن الكلام يا صديقي. في نهايه اليوم بقى المديره بتوزع الجوائز على الفايزين والدنيا عظمه على الاخر. بس بقى وفي اليوم اللي بعده روبينا كده بتجري على ري بسرعه وبتقول له ان ريبيكا اتخطبت. الواد طبعا ما فهمش فين المشكله اللي حصلت بس حس كده من كلامها ان في الموضوع. المهم تاني يوم ري بيروح لريبيكا على مكان قسم العنايه بالنباتات وبيسالها على اللي حصل يعني في الخطوبه وهي تمام ولا لا. البنت بتقول له انا تمام، بس طبعا ري بيلاحظ من نبره صوتها ان في مشكله حصلت معاها وشكلها كده خايفه تورطه فيها مش اكتر. وبالفعل بعد ما ري بيطلع روبينا بتجري وراه علشان تعرفه ان الواد اللي اتخطبت له ريبيكا كان المفروض يخطب واحده تانية موجوده معانا في قسم النباتات، بس فجاه لقينا ريبيكا اتخطبت له من غير اي حاجه وكل البنات طبعا زعلوا منها. هي اصلا بطبيعتها استحاله تعمل كده وانا متاكده ان الموضوع كبير، فبالله عليك روق الدنيا كده وشوف ايه اللي حصل وانا هساعدك لو احتجت اي حاجه. ري بيقول لها تمام مش مشكله هتصرف وبيروح على طول على معلمته ايزل علشان يحكي لها اللي بيحصل. بيقول لها ان عيله برادلي خطبت بنتهم لواحد من عيله عاديه مش غنيه قوي وحصل الموضوع فجاه. انا حاسس ان في مشكله. المعلمه فعلا بتسمع كلامه وبتبعت الخدامه بتاعتها علشان تجيب كل التفاصيل عن الواد ده وتعرف ايه اللي بيحصل بالكامل. وبالفعل بعد يومين كانت ريبيكا خارجه من المدرسه كده لسه، ولكن بتتفاجئ بري قدامها بيطلب منها يوصلها البيت، والواد بقى كانت نيته يعرف اي حاجه عن الموضوع او اذا كانت في خطر ولا لا. ولكن فجاه خطيبها بيطلع قدامهم وبيشكر ري علشان وصل ريبيكا لحد هنا. بيقول له تسلم قوي، ارجع انت بقى. ري فعلا بيسيب له البنت وبيمشي ولسه يبص عليهم بيلاقي المدرب بتاعه قدامه بيطلب منه يروح على مكان الاجتماع علشان يعرف اللي بيحصل بالكامل. الواد فعلا بيروح على هناك وبيفهم ان ريبيكا تم تهديدها بواسطه ايفان علشان تتجوزه وكمان عيلتها كلها في خطر ولازم ننقذها حالا. ري طبعا بيتصدم وبيسالهم عن اللي حصل ده وليه هي هتتخطف اصلا. ايزل بقى بتقول له ان ده بسبب عيون العذراء النقيه اللي بتخليها تشوف حاجات من المستقبل والماضي، وشكل كده ايفان ناوي يخلص عليها وياخدهم. وبالفعل كان ايفان متنكر في الشكل ده وجمع جنود كتيره جدا علشان يستحوذ على قصر برادلي وشكله كده مش هيرحم حد. في الاثناء ديت بقى كانت ريبيكا قاعده في اوضتها بتعيط وبتفتكر اللي ايفان قاله لها، فهو بعد ما وصلها حاول يقرب على عينيها وياخدها بس هي ضربت ايده. ايفان وقتها قال لها براحتك بس انا حبيت اعرفك ان اخدت عقد دم على ابوكي انك هتكوني ليا، لو عاوزه عيلتكم اختك الصغيره ما تموتش فلازم تسمعي الكلام. وبعدها راح سايبها وماشي. ريبيكا طبعا بعد ما بتعرف مصيرها بتعيط وعينيها ما بتنزلش دموع بس يا صديقي، دي بتنزل كمان دم. بعدها بقى البنت بتنام ولكن بتحلم بحلم غريب جدا. بتشوف ري قدامها في ساحه المعركه بيحاول يفوق واحد مقتول ولكن طبعا كل الكلام ده بدون اي فايده. بتشوف بعدها ايزل هي كمان بتوقفه وريبيكا ما بتعرفش مين دي وهو ايه الحلم ده من الاساس. المهم تاني يوم هم في المكتب البنت بتفضل تبص ري كده علشان تتاكد من ملامحه وتعرف اذا كان هو نفس الطفل اللي شافته ولا لا. بعدها بقى ماريا اختها بتيجي وبتنده على ري علشان يطلع لها بره. بتقول له انا سمعت انك شجاع جدا وقريب كمان من اختي وعلشان كده جاي اعرفك حاجه بخصوص خطوبتها. ري بيقلق كده على طول وبيسالها ايه الحوار. ماريا بقى بتقول له انا متاكده ان اختي اجبرت على الخطوبه دي تحت تهديد حد وعلشان كده انا عاوزاك تلغي الخطوبه. اختي هي اكتر حد طيب ونقي ممكن تشوفه في حياتك وهي اصلا مستحمله كل حاجه ما بتحكيش كمان اوجاعها لحد وانا مش عارفه اعمل لها حاجه ولما سمعت عنك جيت وعرفتك فارجوك اتصرف في الموضوع ده. ري لما بيسمع الكلام ده بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش اوعدك ان هحاول احل الموضوع. ريبيكا بقى بتكون واقفه وبتسمع كل حاجه دارت ما بينهم وبتعرف ان اختها هي كمان خايفه عليها. بترجع بعدها بقى لاوضتها وتنام ولكن المره دي بقى الحلم بيختلف. بتحلم بري هو
والفرقه بتاعته لما كانوا بيدفنوا ادوارد والكل كان في قمه الحزن بتنده على ري جوه الحلم، والمفاجاه الواد بيسمعها بتساله انت مين، ولسه ري هيرد عليها راح صاحي من الحلم هو كمان، وشكل كده احلامهم بقت مترابطه وعينه بقت بتجيب دم هو كمان يا صديقي. المهم الصبح على طول الواد بيروح عليها علشان يسالها عن الحلم ده، وهي كمان كانت عاوزه تساله عليه، بس الاتنين بيتحرجوا ومحدش بيتكلم، وبعدها بيكملوا اليوم. وفي الوقت ده بقى كان في احتفالات في المدرسه شغاله بمناسبه ان الاجازه يعني على وصول، عاملين كده كافيه في المدرسه والبنات كلهم هم اللي شغالين فيه ولابسين ازياء خادمات بيخدموا كمان على الناس. ري بقى لما بيعرف بياخدوا الحماس وبيلبسوا كمان لبس بنت، والصراحه محدش بيعرفه، مش عارف الواد ده بيفكر فيها صديقي. المهم بيروح على ماريا اخت ريبيكا وبيروق عليها، اريانا طبعا علشان عارفاه كانت عامله زي ما انت شايفها كده يا صديقي. المهم بعدها بقى الواد بيرجع لهدومه الطبيعيه وبيروح مع ريبيكا يخرجها، بيروق عليها على الاخر، والبنت قربت منه اكتر واكتر، وشكل كده الموضوع عجبها، نسيت الهم اللي هي فيه. بيخلص اليوم بقى وفي نهايته ريبيكا بتطلب من ري يتفرج معاها على الالعاب الناريه، بس بعدها بتفتكر انها مخطوبه وبتزعل وبتسيبه وبتمشي. في نفس الاثناء دي بقى واثناء ما كانت ماريا ماشيه على الجسر بتظهر لها واحده كده قدامها بشعر ابيض، بتقول لها اختك خلاص هتموت بكره ولو عاوزه تلحقيها لازم تسمعي كلامي. ماريا بقى لما بتعرف الكلام ده بتتصدم جدا والصوره بتقع من ايديها. وفي الوقت ده ري هو كمان بيعرف ان خلاص ايفان جمع جيشه ووقف في الغابه علشان يستحوذ على عيون ريبيكا ويقتلها. بيزعل الكل وبيقول لهم لازم نلحقها باسرع وقت، لو اتاخرنا اكتر من كده هتموت. ايزل طبعا بتهديه وبتقول له لسه في معانا وقت، بس في الاول لازم تسمع كلام الراجل ده. ويطلع مين بقى الراجل ده صديقي؟ ده ابو ريبيكا، واللي جاي يطلب المساعده من ري علشان يلحق بناته ويعرفهم ليه عاوزين يخطفوها. بيقول له ان ريبيكا عندها عيون الكروز، والعيون ديت بتتطور كل وقت عن اللي قبله وممكن حتى تشوف المستقبل. ايفان بقى لما عرف بكده قرر يستحوذ عليها وهددني، وانا ما عرفتش طبعا اعمل اي حاجه وعملت عقد الدم معاه، من فضلك انقذها يا ابني. ري طبعا بيقول له تمام، وبيعرف ان شكل الموضوع كبير. ايفان بقى وجنوده هم كمان كانوا في الغابه وبيقولوا بكره يحصل الهجوم المتين. ريبيكا بقى هي كمان عينيها بتشتغل وبتعرف ان في معركه هتحصل علشانها بكره، ولكن ما بتفهمش ايه النهايه، وعينيها بدات تجيب دم. بتفضل قاعده تصرخ من الوجع، وماريا وراها سامعاها وعماله تعيط من الحسره علشان عارفه ايه اللي هيحصل بكره لاختها. بالفعل بقى اثناء ما كانت ريبيكا ماشيه كده ايفان بيظهر قدامها بياخدها المكان تاني. المكان ده بقى يبقى فينا صديقي بيبقى في نص الغابه. ماريا هي كمان في الوقت ده كانت رايحه تودع الكل في المقهى وخاصه ري، بتقول له انا عارفه انك هتعمل اللي عليك، بس برضه لازم اعمل انا كمان كل اللي اقدر عليه، يلا سلام علشان الوقت بيضيع. وفعلا بتسيبه وبتمشي. وري بقى لما بيشوفها بيتعصب جامد، بيقرر يروحوا كمان على الغابه علشان يلحق صاحبته. ايميليا بقى واصحابه كلهم لما بيشوفوا نظراته دي بيقرروا يروحوا معاه علشان يساعدوه. وفي الوقت ده ريبيكا بتفوق قدام ايفان، بيقول لها خلاص ده وقت موتك. في الغابه تحت بقى كان برضه هناك ايفان والوحش ده، وانا خلاص ما عدتش فاهم اي حاجه ومين فيهم ايفان الحقيقي. ري بقى هو كمان بيوصل وبينزل ضرب في كل اللي قدامه وما بيرحمش اي حد، بس السحره والوحوش كتيره والواد كده شكله يوصل متاخر على هناك. بس بوم فجاه اصحابه بيوصلوا في المكان بيقولوا له كمل ما تقلقش علينا يا فنان. فعلا الكل بيتجمع وبيساعدوه وبوم بيخلصوا على كل الوحوش في المنطقه. بس في الاثناء ديت العيال بتشوف الوحش ده وهو طالع لفوق وبيعرفوا ان هو رايح لريبيكا. بيقولوا له بعدها مالكش دعوه بينا ولا باللي تحت، كمل انت لفوق يا بطل واحنا هنغطي ظهرك. الواد فعلا بيفرح على الاخر وبيقول لهم تمام، وبيخلع الهدوم اللي عليه وبيطير لفوق. وفي الاثناء ديت بقى كانت ماريا واقفه هناك مع ايفان ولسه واصله حالا. ايفان بقى والوحش هما كمان بيوصلوا، وبعدها بيخلع القناع بتاعه بيقرب اكتر لنفسه وبيقول لها عامله نفسك شكلي ليه؟ مفكره انك كده هتخدعيني؟ ده انا هقتلك وقت ريبيكا من بعدك، مش هسيب حد فيكم يعيش. وفعلا البنت ديت بتطلع نفس البنت البيضه بتاعت امبارح وكانت متنكره في شكله. ريبيكا بقى لما بتشوف ايفان قدامها بتترعب على الاخر، نار كده من حواليها بتظهر وشكلها خلاص هتموت. بس البنت ديت بتظهر قدامها في ثانيه وبوم بترجعها لورا، بتقول لايفان حسابك معايا انا، مالكش دعوه بيها، وبعدين انت بتكتر في الكلام ليه؟ بوم بتحدفه بطاقتها بتخفيه من المكان بالكامل. بعدها ري بيوصل هو كمان على المكان وكده ما عادش غير الوحش ده عليهم. الوحش ده بقى كان خطير جدا وقوي، وقال لي ري حلو قوي انك جيت يا ساحر نص الجليد، انا كنت زهقت من العبيط اللي جنبي ده وكلامه الكتير. وبوم كان رايح عليه علشان يقتله، ولكن بيلاقي حاجز في المكان البنت ديت هي اللي عاملاه. قالت بعدها ري انا عاوز اقول لك على حاجه مهمه. الواد طبعا بيتصدم كده وبيقول لها انت مين اصلا؟ انا مش عارفك. البنت بتقول له انا ساحره الفيلق، واتفقت مع ايزل على خطه علشان نلحق بيها ريبيكا ونخلص الوضع وما نخليهاش يعني توصل لمرحله الكروز، بس ما حدش يعرف يعمل الحوار ده غير بمساعدتك، وعلشان كده لازم تستخدم قدراتك وتقفل السحر عند دماغها قبل التحويل بثواني بسيطه. ري بيقول لها وازاي ده هيحصل او هي هتوصل لكده امتى؟ البنت بتقول له مالكش فيه، بس في الاول خلص على الكلب ده علشان صدعني، وانا كمان هروح اخلص على ايفان وبعدها نعمل اللي اتفقنا عليه. وفعلا البنت بتختفي وبيبدا ري في قتال من نار مع الوحش ده. الوحش بيكون قوي جدا وبيخلص على كل سيوف ري ومش مديله اي فرصه، القتال ما بينهم مشتعل بكل غباء، وري بيحاول يضرب الوحش ده ولكن برضه مش قادر، قوته عاليه جدا والواد جاب اخره والوحش كان زنقه في الجدار خلاص هيقتله. تخيل بقى ان
ان ري هيموت من الكلب ده يا صديقي. لا والله الواد بيتعصب على الاخر وبيقول له وقتك خلص معايا. بوم الهاله بتاعته بتتحول للاحمر ولون سيفه كمان بقى احمر. الوحش لسه رايح يهجم عليه وهوب اخد ضربه ثبتته، الضربه كمان بتمحيه وبعدها الوحش كله بيتغطى بالهاله بتاعت ري. احلى مسا عليك. في نفس الاثناء ديت بقى كانت ساحره الفيلق راحت على ايفان علشان تخلص عليه وبتقول له انا عرفت انك عملت كل ده علشان القوه، بس للاسف الطريق اللي مشيت فيه ما كانش مظبوط واخر الطريق ده هتكون الموت على ايدي. ايفان بقى بيتعصب منها وبيقول لها تمام انا هشوف مين فينا اللي هيموت التاني. بيطلع الحونه اللي في ايده كده وبيحطها في دماغه وبوم بيتحول لوحش مرعب بيحاول يوصل للساحره علشان يقتلها، ولكن خلاص يا حبيبي انت في المجال بتاعي اصلا ونهايتك على ايدي. بوم بتستخدم اسلوب التمجيد عليه والنار بتحوط الواد من كل اتجاه، تاثير الوحش بتاعه بيخلص وقوته بتستنفذ وبعدها بيقع على الارض جنبها مقتول. ايزي اللي هي كمان وباقي فريقها كانوا تحت خلصوا على كل الوحوش في المكان وبكده ما عادش غير ريبيكا بس اللي موجوده علشان يلحقوها. يا ترى هيعرفوا يعملوا كده ولا ايه؟ في الوقت ده بقى البنت بتشوف ري واقع وكانت رايحه عليه علشان تلحقه، بس ماريا بتوقفها وبتقول لها انت رايحه فين؟ كل شويه تعملي فيها نفسك طيبه وتضحي بنفسك علشان مين؟ انت ما تعرفيش ولا انك مجرد واحده فاشله بتحاولي تعملي نفسك فيها مثاليه علشان تحمي اللي حواليكي. ريبيكا طبعا مش فاهمه اي حاجه ومش عارفه هي بتقول لها كده ليه، لسه راح ترد عليها وبوم ماريا بتدي لها بالقلم بتقول لها وهتردي كمان على اختك الصغيره، ده انت واحده ما تربيتيش. ريبيكا بتتعصب عليها وبتوقعها وبتقول لها انت بتعملي كده ليه؟ انت مش عارفه ان عملت كل ده علشان احميكي ولا ايه؟ انت ازاي ما بتفهميش للدرجه دي؟ ماريا بتقول لها ايوه قولي كده، انت عاوزه تحطي كل اللوم عليا علشان ما بتحبنيش، انا اصلا كنت عارفه انك ما بتحبيش اختك الصغيره وبتكرهيني، يلا انا مش عاوزه اشوف وشك تاني. ريبيكا بقى لما بتسمع الكلام ده بتتصدم وبتقعد تعيط من الحسره، بتقول لماريا انا مين قال اني ما بحبكيش؟ انت اكتر واحده بحبها في الدنيا، ده انا بخاف عليك اكتر من نفسي، انا اول لما عرفت انك ممكن تموت او يحصل لك حاجه ما فكرتش وضحيت بكل حاجه علشانك، وفي الاخر تقولي ان انا مش بحبك. انا مش عارفه انا عملت ايه بس انا اسفه، شكلي لازم اموت احسن. وبعدها القوه بتاعتها بتتفعل وحاجات صفرة حواليها في كل المكان، البنت خلاص هتتحول وده بالظبط اللي ساحره الفيلق كانت عايزاه، فهي طلبت من ماريا تدي لها صدمه عاطفيه علشان ده اللي هيحرر القفل اللي عليها، وبصراحه يعني هي زودتها حبتين. المهم بعد كده الدور على ري والحل في ايدك يا بطل، هي تلحق البنت وتنقذ الموقف، هي البنت تتحول وتموت قدامك. وبالفعل ري بقى ما كانش قادر يتحرك وبيتقدم قدام ماريا وبيروح لريبيكا وسط كل حاجه حواليها، بيرفع دماغها ليه وبيلاقيها بتعيط جدا ومنهاره، دموعها خلاص اتحولت لدم، لسه متاثره بكلام اختها ومش عارفه تقول له ايه. بتقول لري من فضلك سامحني انا شكلي هموت. الواد بيقرب منها كده بكل رقه وبيقول لها ما تقلقيش من النهارده كل حاجه هتبقى تمام معاكي، وبعدها بيستخدم قدراته وبيلغي السحر بتاعها، البنت بترجع تمام تاني والسحر بتاعها بيختفي. ابوها بقى بيشوف المشهد ده من بعيد وبيعرف ان الضوء اختفى، بعدها بيفرح جدا وبيتاكد ان بناته خلاص بقوا بخير. ريبيكا هي كمان بتفوق وبتفرح وبعدين بتستنى ري في المكان ده، ايميليا هي كمان بتستنى معاها وكلاريس واليسا والكل وصل، وزي ما احنا عارفين يعني يا صديقي الشارع محل الاربعه، وري كده بيكمل كل دينه، الدنيا اخر حلاوه. الالعاب الناريه هي كمان بتضرب في السماء، ولحد هنا بقى بينتهي الانمي بتاعنا. لو عجبك ما تنساش تقول لنا ايه رايك في التعليقات وتحط اللايك والاشتراك بتاعك، ويلا يا عم سلام سلام سلام.